بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن اتبع هداه. معاشر الإخوة الكرام، أخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى. مهما كانت سعادتي بالتقاء بالإخوان الأخوات في مختلف المدن، يبقى لمدينة الدار البيضاء طعمها الخاص ومكانتها الخاصة، كيف لا، وهي يعني لا أريد أن أقول أم القرى، ولكنها يعني عنصرها الأول، الأكثر كثافة، الأكثر أهمية في مدينة الدار البيضاء، وخصوصا وهذا اللقاء هو لقاء مع الإخوة في الجهات كلها. فإذا على كل حال ما عرفتش شحال انتم مشغولين بهذا اللقاء قبل ما تجيو له. انا هذه 3 ايام وانا مشغول به 3 ايام وانا مشغول به، وكنستعد له نفسيا وعمليا والى اخره، من اللقاء ديال الامانه العامه التي صدر عنها البلاغ الذي اعتقد انكم تعرفونه. اخواني، سعدت بالاستماع لتدخلات الإخوان حول برنامج السنوي للمجلس الجهوي الدار البيضاء وميزانيته المتواضعة التي لا تناسب حجم هذه المدينة، ولكن لا بأس أن نكون حزبا كان يتصدر المشهد، ثم شاءت أقدار الله سبحانه وتعالى أن يصبح في المرتبة التي تعلمون. واليوم وهو في هذه محاولة يعني استرجاع مكانته الطبيعية. أنا لا أريد أن أقول أننا نريد أن نسترجع المكانة الأولى ولا أن نترأس الحكومة، وما ذلك على الله بعزيز، ولكن المكانة الطبيعية لا شك أن المكانة التي نحن فيها ليست هي المكانة الطبيعية. إخواني، الوضع السياسي في المغرب اليوم يعني حرت من أين نبدأ. هنالك قضايا تهم الأمة، قضية فلسطين، هنالك قضايا تهم الوطن، هنالك قضايا تهم الحزب، كلها مهمة. وكان بودي لو يعني يكون الوقت أطول حتى أتحدث على راحتي معكم وأستمع إليكم كذلك على راحتكم. أعلم أن عددا منكم متبوع بالسفر إلى مدنه وإلى قراه، ولكن مع ذلك لا بد من التذكير ببعض الأشياء الأساسية. ذلك معشر الإخوة الكرام الأخوات الكريمات، إذا ذهبنا مباشرة إلى هذه الاستفزازات التي يتلقاها الحزب ومفاتيح يتلقاها باستمرار من مع الأسف الشديد المشرفين على الحكومة اليوم والذين هم معهم، يعني قد نفقد البوصلة التي أوصلتنا إلى الوضعية التي نحن فيها. يعني حزب العدالة والتنمية في المرتبة الثامنة، حزب مكون للحكومة يعقد مؤتمرا يعني يجد فيه صعوبات في أن يختار أمين عاما، وربما يسير إلى اختيار آخر فيه عدة أشخاص، في الوقت الذي بعض كبار يعني أعضائه أو أعضاء الأحزاب المتحالفة موجودون في السجون أو خاضعون لمتابعات، في الوقت الذي يعني تجد الحكومة صعوبة كبيرة في أن تفي بوعودها، في الوقت الذي تجد صعوبة كبيرة في التواصل مع المواطنين،
يعني في هذه الظروف لابد من واحد الرؤية فوقية بانوراميك باش نستوعبوا كل شيء، هذا الشيء اللي وقع، نحاولوا نستوعبوا كل شيء هذا الشيء اللي وقع. وأولا ولكن في كلمات سوف أتطرق إلى وضعية إخواننا في مدينة غزة وفي فلسطين في كلمات، لأقول أنه من العار أن أطيل الكلام. كل شيء تعرفونه وتتابعونه في الأخبار باستمرار، والراجح أكثر مني لأنني لا أجد الشجاعة أن أتابع الأخبار، أخبار ما يقع لإخواننا في غزة رجالا ونساء وأطفالا بالخصوص وشيوخا وعجزا. هذا الوضع هذا كان يقتضي لو كان هنالك إسلام وإيمان أن نكون جميعا معهم، لأنهم حملوا مسؤولية الدفاع عن الأرض المقدسة، عن القدس الشريف وعن المسجد الأقصى، مع أن حظهم من هذا أنهم مسلمون كان نحن جميعا. فالأصل أن نكون معهم، وإذ لم يكن من الممكن أن نكون معهم فليس أقل أن نكون معهم بما نستطيع. وحين أقول بما نستطيع لا أدخل في التفاصيل، ولكن بكل ما نستطيع، وعلى رأسه الجانب المادي بالجهة أو الوجهة التي تجدونها متيسرة، ومن بحث عن شيء وجده. إخواني، الواقع الذي نعيشه اليوم يجعلني مضطرا أن أرجع بكم بعض الشيء للوراء. الخلاصة أن تجربتنا كتيار سياسي نابع من الحركة الإسلامية، هذه الحركة التي التف حولها شباب السبعينات والثمانينات بسبب التدين، تدين أفرادها، تدين أوساطهم، تدين أسرهم، والاستفزازات التي كانوا يتعرضون لها في الهيئات التي كانت تحتويهم، بالخصوص المدارس والثانويات والجامعات. ثم بعد ذلك وقعت التطورات التي تعلمون والتي قلناها مرارا وتكرارا، والتي جعلتنا نعي أنه من واجبنا أن ننخرط في مجتمعنا وفي أمتنا، وأن نترجم ما نقوله إلى أشياء عملية وعلنية. فبهذا السبب خرجنا من العلنية، من السرية إلى العلنية، وبهذا السبب حاولنا أن نندمج تدريجيا من خلال يعني تأسيس جمعية، من خلال إنشاء جريدة وصحف وإنشاء جمعيات، ومن خلال محاولة يعني إنشاء حزب سياسي. ثم لما صعب الأمر يعني آوانا الدكتور الخطيب رحمه الله في حزبه كما تعلمون، الذي أصبح فيما بعد حزب العدالة والتنمية. هذا الشريحة هي شريحة شرعية جاءت من المجتمع، اقتنعنا بأنه، لأنه كان عندنا صعوبة، نقدر نقول لكم الإخوان بأنه لإقناع الإخوان بالخروج من السرية إلى العلنية والعمل في إطار المشروعية القانونية والدخول إلى الحياة السياسية احتاج منا 10 سنوات من الإقناع. وفي هذه ال10 سنوات لا زلت أذكر أنه السي عبد الله رحمه الله بالسيارة ديالنا وإخوان آخرين بطبيعة الحال، كل واحد راه قام بالمجهود اللي كتعرفوا، يعني احتجنا نضربوا حوالي 300 ألف كيلومتر السي عبد الله رحمه الله، من 82 حتى 92 بحرا باش يعني قبلوا الإخوان ودخلوا مع الدكتور الخطيب إلى آخره ونشتغلوا. وبدأت مسيرتنا، والمجتمع لاحظ ما لاحظ أن هذه شريحة معروفة بالتدين، بالاستقامة، يعني بحسن معاملة الناس، بالاعتدال إلى آخره. فجاءت الانتخابات فاستطعنا أن ننتزع كما قال الأخ يعني 9 مقاعد، وإن كان في الحقيقة الراجح أنها كانت أكثر، لأنكم هنا في الدار البيضاء تعلمون أن مقعد الأخ يعني الحياة
يعني كان أهدي للأخ حفيظ الذي تنازل عنه، والأخ يعني توفيق أهدي للأخ أديب الذي تنازل عنه على الأقل رسميا. ثم بعد ذلك جاءت قضية الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، ونزل الإخوة بكل ثقلهم في الساحة، واستطعنا الحمد لله أن نوقف المد العلماني الحداثي الذي كان سوف يقضي على الأسرة، وأن نتسبب في يعني انصراف الوزير الذي كان وراءها، وأن نحصل في سنة 2002 ليس على 9 ولا على 10 ولا على 13 ولا على 14 ولكن على 42. كتعقلوا هذاك الوقت كانوا الوزيرات توقفوا وما بقاوش كيعطيو النتائج، وتعطلت النتائج واحد يومين، وكان فيها كلام بلغنا كلام كان فيها. وسولوا سي درجتو ديك الساعات كان وزير الداخليه، قالوا له ياك ما لي اسلاميست يزون دوبلي لور سكور، قال لهم لون بلوتو تريبلي. هي باش انتقلنا من 14 ل 42. الآن الذي وقع، وهذا الآن مؤكد ويتكلم به يعني المعنيون بالأمر، ابتداء من السي بن عدي ومرور إلى الآخرين الذين يتكلمون عن حزب الأثر والمصلحة. مهندسو الخريطة السياسية المغربية، ودائما كان لها مهندسون، يعني رأوا أنه هذا الحزب إذا ترك فإنه قد يصبح الحزب الوحيد، هكذا قال. على كل حال الراجح أن ما كان عندهم من معلومات كان يفيد أنه هذا الحزب سوف يصبح حزبا مهيمنا. وانصرفت الأفكار يعني الجبارة للحد من هذا يعني التيار أو الطوفان. ديك الساعات كانت عنده سمية أخرى، كان عنده واحد السمية كانوا كيستعملوها الصحابة. لا، كان عنده الاكتساح، يمكن كانوا كيقولوا الاكتساح ولا شي حاجة هكذا. فلا هما التمكين هذه ديالنا هذه. وقع ما وقع سنة 2003 وأنتم تذكرون انتخابات ديال 2003 هنا في الدار البيضاء، يعني تلزمنا قدمنا النصف ديال الدوائر وجينا حنا الاولين. عقلتي على هذا الشيء ولا نسيتي؟ والى اخره. وجات الانتخابات ديال 2007 كانت نتائج يعني معتدله، وجات الانتخابات ديال الحزب 2008 الاخوان اختاروني رئيس ديال امين عام ديال الحزب، وجات الانتخابات ديال 2009 وديال 2011. وشاءت اقدار الله ان يفسح المجال للعداله والتنميه لكي يواجه تجمع 8 احزاب كان كيسميو ديك الساعات الجويد، وهذيك دارها شطط مزيانه سماو خيويت. لان الفاس عندهم واحد الكلمه تيقولوا خيفيك، يمكن ولا حتى المغاربه دابا تيقولوها. فالمهم عندنا هو انه رغم ذلك انتصر حزب العداله والتنميه وحاز 107 مقاعد وترأس الحكومه. وسيرنا الحكومه أو سيرنا الحكومة في جزء منها على الأقل 5 سنوات. وفي هذه ال5 سنوات سقطت كل الأفكار التي كانت تقول أن هؤلاء الناس خطر، لا خطر على الدولة ولا خطر على الأخلاق العامة ولا خطر على الشارع العام ولا لم نلزم أحدا أن يأتي إلى المسجد ولم نتدخل في خمارة ولم نتدخل في شيء، وذهبنا نحاول أن نعالج مشاكلنا السياسية التي لم يكن أحد يجرؤ أن يعالجها. ذهبنا نعالج موضوع المقاصة، ذهبنا نعالج موضوع يعني التوظيف المباشر الذي كان يعني ينبني حوله مافيات تقريبا للتسجيل والى اخره. ذهبنا يعني نعالج الاضراب يعني الغير المبرر بالاقتطاع، ذهبنا نعالج الاشياء الصعبه، وذهبنا نعالج الاشياء الاجتماعيه كالارامل الى اخره. كل شيء هادشي راكم تعرفوه. فالعداله والتنميه في النسخه الاولى والتي لم تكن يعني تملك القرار على مستوى الحكومه كاملا، كانوا داخلين معنا العفاريت والتماسيح، ماشي هادشي عارف، كانوا داخلين معنا وكانوا كيسيروا واحد الجزء، فهمتيني؟ لا الى اخره. هادشي راه مفهوم، راه قلتو في
راه قلتو في واحد الشريط الاخر الا كنتو كتسمعوه. وقامت القيامه حتى لان في الاول فاش جينا الا كتعقلوا كانوا كيقولوا 6 شهور، كيقولوا بن كيران طالب يكون رئيس ديال الحكومه 6 شهور. انا ما عمرني طلبت رئاسه الحكومه لا 6 شهور لا 6 سنين لا حتى نهار، وكنحلف لكم بالله ما عمرني طلبت من الله رئاسه الحكومه. فهمتيني ولا لا؟ واستحي ان غير نقول هذا الكلام، فهمتيني. فاحرى ان اطلبها من البشر. فما بقيناش 6 شهور، بقينا 5 سنين، وجات الانتخابات الاخرى ونجحنا عاوتاني مره اخرى، وهذه المره ما جبناش 107، جبنا 125. ووقع الذي وقع، لا انتم تعلمون الذي وقع. ويعني دخلنا في تجربه يعني مجهضه. الحكومه ديال السي سعد الدين العثماني، سعد الدين العثماني عضو بارز للعداله والتنميه يحظى بالاحترام كان ولا يزال، خصنا نكونوا واضحين في هذا الشيء. ولكن الحكومه ديالو في الحقيقه كان السبب فيها هو انه يعني حسبي انا، يعني انا كنت ما باغيش البام يتولى الرئاسه ديال الحكومه ديال المغرب، لانني كنت انظر اليه ولا زلت انظر اليه على انه حزب خطير. لانه قبل ما يكون في الحكومه كان يشارك في التسيير بطرق مختلفه ويوقف اشياء الى اخره الى اخره. فهذا الشيء هذا كله باش نقولوا شنو دابا، باش نقولوا هذه الطبخه جات 2021 كانت النتيجه كانت اخطاء ديال الاخوان ديالنا، خصنا نقول هذا الشيء راه الاخوان فاهمينه وعارفينه بلا ما ندخلوا في التفاصيل. ولا القانون الهندي والتعليم بخصوص التعليم والقضيه ديال التطبيع اللي كان ظروفها يعلمها الله الى اخره. ولكن المهم عندنا هو انه في هذه الانتخابات الاخرى اللي طحنا فيها لهذه الدرجه هذه، تخيل الخصوم ربما اننا قد متنا وانتهينا، وكونوا حكومه على مزاجهم واشتغلوا بها، ومرت الان 2 سنين ونصف. وانا في الاول جيت لقيت الناس كيقولوا خص هذه الحكومه تمشي بحالها، قلت لهم ما تمشيش بحالها، هذه حكومه عاد جات خصها تحكم ونشوفوا هذوك واحد اللي كابابل. والحقيقه انه ربما حتى هذه القضيه تقدروا تعيبوها عليا، انا كان رايي كنتمنى لهذه الحكومه تنجح. قلت اذا كان حنايا كانت كتوضع لنا عراقيل باش ننجزوا بعض الاشياء، نجزنا الحمد لله، نجزنا حنا النتيجه ديالنا الحقيقيه خديناها في 2016 نجزنا، وكنقولوا كان مرت الامور عاديه، ربما في 2021 يتعود نفس السيناريو. وهما كانوا كيقولوا هذا الشيء، تيقولوا الا خليناكم غادي تبقاو جالسين لنا هنايا، فهمتي ولا؟ قالوا هذا الشيء، قالوا الجماعات ديالنا، وقالوا فهمتيني ولا؟ ولكن انا في الاخر بلادنا هذه حنا تمنينا هاد الناس هادو تفتح لهم الابواب وينجحوا كذا الى اخره. فلحد الان يعني هذا لم يقع. وغادي نرجع شي شويه للتفاصيل. شنو المفاد ديال هذا الشيء هذا؟ المفاد ديال هذا الشيء هذا الاخوان الكرام ان هذه الخلطه كلها لم تنجح، وخصوصا بعدما تاكد الان ان على الاقل حزب من هذه الاحزاب التي كونت هذا التحالف يعني كان يؤوي وربما يؤوي اشخاص اخرين يعني يتاجرون في المخدرات على مستوى دولي. وهذه مصيبه، يعني هذه مصيبه عظمى، فهمتني ولا لا؟ واما الاشخاص الذين هم متابعون في قضايا فساد مالي فظيع فبالعشرات، وربما يعني وقد يعني عزل منهم او يعني جرد منهم من البرلمان عدد كبير، ربما الرقم غادي متصاعد، ما عرفناش، ربما الان نحن في حوالي يعني 30. وعلى كل حال هنا لابد، لانه حنايا فينا الانصاف الاخوان، حنا هنايا لابد ان ننوه بقضاء مملكتنا ورجاله ونسائه الذين تميزوا بالشجاعه وتميزوا بالنزاهه فيما نرى والله اعلم. اذا لابد ان ننوه بهم وان نطالبهم ان يستمروا، ويعني مهما يكون المتهم حتى اذا كان عبد الاله بن كيران انا مستعد، لكن دير شي حاجه اللي كتستحق المحاكمه انا مستعد، ما عنديش مشكل. ولكن
راه بيني وبينكم راه كنتصل بعض المرات بهم لان كاين علاقات تنهنيهم على المجهودات اللي كيبذلوها وعلى لانه العدل اساس الملك. كنت قبل دائما نتردد واش خصنا نركزوا على العدل ولا نركزوا على التعليم. في الاخر حسن في الامر في نفسي ان خصنا نركزوا على العدل. العدل هو الاساس. بطبيعه الحال كل شيء هذا الشيء هو فيه توجيهات من جلاله الملك. نقول لكم معلومات ماشي سنقول لكم تحاليل. فيه توجيهات من جلاله الملك واللي يعني احنا لا نملك الا ان على كل حال كل ما نقوله وما يقع من الخير في البلد بعد توفيق الله سبحانه وتعالى كذلك ما يدفع من الشر يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل وجود هذا النظام اللي عندنا. ان هذا النظام ديالنا هذه طبيعته. هذا النظام ديال التحكيم ماشي ديال الهيمنه ولا ديال السيطره بحال كان النظام ديال قبيله او جيش او نكونوا زعما واضحين وصراحه. فاحنا الاخوان تنقولوا هذا ماشي المشكله الان يعني في امين عام ديال حزب الاصاله والمعاصره ولا حتى في حزب. هذه الطبخه الان فشلت وهذا الفشل تخص الناس اللي تسبوا فيه يتحملوا النتيجه ديالهم كامله غير منقوصه. ولا كان شي منطق كان عند هذه الحكومه اكثر من مناسبه واكثر من سبب ان تقدم استقالتها وتكون انتخابات سابقه لاوانها ونعاود نشوفوا على الله سبحانه وتعالى لا يفتح الله سبحانه وتعالى بشيء اخر. وهنالك يعني داخل المعارضه من يتكلم الان عن مسلسل حجب الثقه عن الحكومه. ولكن احنا عارفين باللي ظروف ربما ما غاديش تؤدي لهذه النتيجه هذه. ولكن بغينا نذكروا لانه خصوصا ان هذه الحكومه مع الاسف الشديد يعني ما كتبغيش انتبه. شنو وقع؟ الاولى جلاله الملك ارسل رساله للبرلمان تيتكلم فيها على التجويد ديال النخب السياسي. وفي الحقيقه هاد الرساله بحد ذاتها هي يعني واحد انا بالفرنسيه اللي لقيت الكلمه المناسبه ما لقيتهاش بالعربيه. سي ان بلام توبيخ. حيت بقات في بالي انذار افيرتيسمون توبيخ. هذا توبيخ ملكي للاحزاب السياسيه. ربما اذا بغيتيو تقولوا كلها قولوها ولكن انا نقول لكم سيدنا كيتكلم على الفساد اللي كاين في بعض النخب السياسيه اللي وصلتها بعض الاحزاب السياسيه اللي واحد الوقت اقتنعت باش تواجه العداله والتنميه خاصها تجيب بنادم اللي غينجح في الانتخابات. الاحزاب السياسيه الاخوان باش تكون معقوله خاصها تستقطب من المجتمع الناس اللي كيتفقوا معها على ايديولوجيا وتجيبهم من الصف ديالها وتقوم بواحد الدور تربوي معهم. خاص اولا وقبل كل شيء هذاك الانسان اللي تيكون في المجتمع عايش بوحده وعنده افكار واراء واسلوب ديال التصرف خاصو ملي يدخل الوسط يلقى واحد الجو تربوي اللي ما فيهش يعني الانسان العادي الا كان من الممكن يدوز في الضوء الاحمر. هذاك الاخ اللي في الحزب السياسي او اللي غيكون مرشح باش يوصل للبرلمان خاصو ما يمكنش يدوز في الضوء الاحمر ولا يلوح كغيط من السياره. ولا هذا الكلام اللي كنقول لكم على سبيل المثال. والا من بعد الشيء الاخر اللي كنتكلموا عليه ما غنوصلوش للمخدرات ونوصلوا للاستبداد التبديد ديال المال العام ولا نوصلوا للاختلاس ديال الاموال العموميه ولا كيف يعقل هذا الكلام؟ وهاد الناس هادو يعني راه كانوا يصولون ويجولون كانهم يعني يملكون هذه الدنيا وربما يملكون حتى الاخره. انا كنعرف كنسمع عليهم انهم كانوا كيتكلموا مع الناس
بصيغه انا نخدمك في البلاصه الفلانيه، نوظفك في البلاصه الفلانيه، نديرك نائب برلماني، نردك وزير، ما نعرف شنو. ما بغيتش نذكر الاسماء الان لانه على كل حال الناس في محنه، ولكن هذا الشيء اللي كنت كنسمع فهمتيني ولا راه كبير فهمتيني ولا. خلي التحكم في المجالات اللي كانت عندهم كاللحوم وغيرها والكرة وغيرها 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 وغيرها. هذا توبيخ ماشي باش تواجه العداله والتنميه. تتمشي واحد الوقت وقعت واحد الانتفاضه من قبل الدوله في حق هاد الناس ديال المخدرات، وراه تكلم عليها السي الجماهري. قالوا له باللي يعني واحد الوقت باللي تيكات الكارطه قالوا لهم حتى هادو ديال المخدرات سي با كراف، المهم هو نوقفوا هاد المد ديال العداله والتنميه. يا ودي دابا حنا كوني صحابنا هكذا، وربما ما نجيوش كاع لهاد الانتخابات، لان هاد الشيء بزاف. اش من خير كترجى من الانسان اللي كيبيع المخدرات وكيشري، كيقتل الانسان وكيقتل الاسره، تيقتل الوسط الاجتماعي، بل يقتل الابوين. انتم تعرفون ان هذه الجريمه هذه لم تكن معروفه في المغرب ديال قتل الابوين، والان سولوا الاخوان المحامين انها موجوده، وانها تكاد تكون يعني بارقام زعما صعيبه من الذين يتناولون المخدرات. وانا باقي بين عينيا واحد السيده مسكينه كانت كتجي عندي، برا كبيره مسكينه، وكتجي كلها بالفصمه، كتقول لي يا وليدي راه ولدي تيدخل ملي ما كنعطيش الفلوس كيبدا يضرب وداكشي. فهذه الرساله ديال التوبيخ فهمتي ولا، والتي ما زالت تتارجح في البرلمان. الاخوان ديالنا عندهم واحد الراي، تيقولوا يا ودي هذه الرساله هذه لا كانوا هذه الاحزاب السياسيه بغاو يكونوا معقولين، ماشي ملي يجي شي واحد للبرلمان نحرموه يكون رئيس ديال اللجنه ولا يكون كذا. هذه الرساله هذه مفادها هاد الناس ملي يجيو يرشحوا خاصهم يعرفوا ريوسهم اش تيرشحوا. واش انت جايب البلطجيه وجايب تجار المخدرات وجايب الناس المعروفين بالفساد وبالرشوه وبالريع وجايبهم من البرلمان وبغيتيهم يعني يوليو لك صالحين؟ منين غادي يجيبوا هذا الصلاح؟ وها هي النتيجه، رساله ملكيه. انا راه هذا الموضوع هذا راه حتى حنا واخا حنا في القياده نقول لكم بكل صراحه ماشي دائما كننتبهوا في الوقت المناسب. هذه وحده من الامور اللي اليوم عاد كبرت في الذهن ديالي، كنقول بي سي ان بلام. تيعجبني واقيلا نقولها بالفرنسيه كتجيني ديك بلام. الحمد لله عمرها ما وقعت ليا بلام كتعمر الفم بالله اللي جالس تجاوب. يعني هذا التوبيخ للاحزاب السياسيه، وكان من المفروض ان هذه الاحزاب السياسيه يعني اللي انتشر فيها هذا الشيء وراكم معروفين فهمتوا. وتفكرت واحد الكلمه تيقولوها بالدارجه المغاربه، وكتقول هاد المغاربه راه ما محتاجين حتى لحاجه، كل شيء عارفينه. اش تيقولوا المغاربه في التجاره؟ تيقول لك راه الربح عند المشرى ماشي عند البيع، بمعنى انه الا بغيتي بنادم مزيان خاصك ملي تكون كتختار الناس. اش قلت لهم انا النهار اللي جا هاد الاصاله والمعاصره، النهار اللي جا حيت حنا كان عندنا واحد الراي معتدل في هذه القضيه ديال الاصاله والمعاصره. حنا كنعقلوا انهم هما جاوا صراحه باش يخرجونا من الساحه السياسيه الا كتعقلوا. وملي داروا المؤتمر ديالهم الاول صيفطنا غير واحد الشخص او جوج من الجريده ينقلوا الاجواء ديالهم اعلاميا، ما خلاوهمش يدخلوا. والنهار اللي داروا مظاهره في الدار البيضاء الا كتعقلوا، احنا طبعا ما حضرناش، ولكن مشى السي الزياني ديال الاتحاد الاشتراكي رحمه الله، فهمتي ولا لا؟ الزياني كان صحفي في الاتحاد الاشتراكي وكانت عنده لحيه، وفعلا هو كان متدين، ما خلاوش يدخل حيت عنده ديك ما خلاوش يدخل المسيره. تخيل انت لهذه الدرجه هذه، يعني كان الناس يعني يعادون هذا التيار ويريدون القضاء عليه بشكل او باخر. وخرج مع الاسف ديك الساعات السي فؤاد اللي ما هي فاش اصطدمنا انا وياه، يعني الاصطدام المشهور خرج يقول هادو الاسلاميين الهوامش ديال المجتمع كذا الى اخره. قلت له دابا السي فؤاد باللي كنتي بجوار سيدنا في الحكومه معنا، ما نقولوا دابا خرجتي للساحه فهمتيني ولا لا؟ كتجبدنا راه حتى حنا غنوضوا لك بما يسر الله، فهمتيني ولا؟ ودوز داك الشيء اللي كتب الله. فلهذا خص هاد
هاد الرساله هذه دابا الملكيه اللي صافت سيدنا خصها الا كانوا لان شنو قلت لهم انا الاثار والمعاصره، قلت لهم اللي بداو بديك الطريقه هذه، قلت لهم راه كل شيء تيبدا صغير وتيكبر، اللي مزيان ونافع وطبيعي، اللي كيجي مره واحده غير المصائب، كتجي الموت كبيره كتصغر، كتجي البراكين مره واحده وكتصغر، كتجي الفيضانات مره واحده وكتصغر. هذا الشيء اللي درتيه نتوما راكم يعني هذه مصيبه من المصائب وقعت للمغرب، وها هي اليوم يتاكد ذلك واصبحوا في الحقيقه مسخره للاعلام الى اخره، وانتم ترون انهم في وكتسمعوا الناس ديالهم اش تيقولوا ماشي حنا. خليونا حنا لا الريع لا الفساد لا الاقصاء وقال لهم واحد السيد منهم البارح كنسمع له، واخا انا ما كنسمعش بزاف هذاك السي المهداوي، قال لهم اودي اللي ما قادرش ينظم الامور ديال الحزب ديالو، ما قادرش ينظم التيارات وينظم، كيفاش يقدر ينظم المجتمع؟ لانه الحزب السياسي سكوى. واش دابا سيدنا غادي يجيب حزب سياسي فهمتيني ولا المغرب غير يدخل باش يصلح به ولا باش يفسد به؟ راه كيجيبوا باش يعاونوا في التأطير ديال المجتمع، والتأطير ديال المجتمع كيقتضي يكون عندك ناس فيهم العدل، فيهم الانصاف، فيهم الخضوع للقوانين والقواعد والديمقراطيه. ماشي ملي تجي انت تكون حزب ربما غادي يخصو هو يبقى يتدخل باش يقاد الحزب ديالك، لا، الحزب الا ما كانش قادر باش يمشي راسو مزيان ما يمكنلوش يمشي يعني الدوله، وما يمكنلوش غادي يدير شويه ديال التشاش، وغادي يدير شويه ديال الشو، وغادي يتكلم على العلاقات الرضائيه، ويتكلم على ما نعرفش من عجب فهمتيني ولا لا. قله الحياء اسمح لي السي وهبي ونقولها لكم ونعاودها لكم واخا تبقاو تعجبوا من السي وهبي صديق ديالي ورجل لطيف، هو ملي كتهضر معاه وداك الشيء وتيحاول يبرر، ولكن غير جا دخل صباط في هذا الشيء. راه هذا الشيء اللي خرج عليه ما لنا ياك لاباس اخويا. حتى المغاربه فهمتيني ولا لا، دابا المغاربه ملي كيجيو يدفنوا امراه كيغطيو القبر، وانت باغي تسمح لي باغي تريد ان ترفع المؤاخذه عن القانونيه عن العلاقات ما يسمى بالعلاقات الرضائيه، يعني الفساد يعني الزنا. هذا ليس من الممكن. ولهذا راه المغرب دابا انتهت القضيه الاخوان موجهه لكم انتوما. راه دابا حنايا دابا كتقولوا هذا البلاغ الاخير عجب الاخوان، البلاغ اللي قبل منه عجب الاخوان، البيان السياسي عجب الاخوان، بيان الختام عجب اسيدي. خاص هذا الشيء اللي عجب الاخوان خاصهم يقراوه ويفهموه ويناقشوه ويهبطوه. اش جالسين كديروا بعدا بالمناسبه باش ما ننساش هذه القضيه، السي قربال قال لكم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. قلت له السي قربال واش انت بعقلك ولا حمق؟ قال لي علاش السيد؟ قلت للاخوان ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، وما طلبناش منهم الاموال ديالهم، طلبنا منهم غير 100 درهم في الشهر. 100 درهم قال لي السي عبد الله راه غير 20 درهم، لا شي وحدين 20 درهم، شي وحدين 50 درهم، شي وحدين 100 درهم. وقلت اليوم غندير واحد القضيه، كنت ما نبدا نتكلم تنقول لكم اللي ما مخلصش الفلوس الالتزام ديال الحزب ما يبقاش معايا يمشي في حاله. هذه المره الله يسامح، المره الجايه اللي ما مخلص هذه المره الله يسامح، الله ماشي الله يسامح في الفلوس، لا ماشي عبد الله المره الله يسامح في عدم خاص انا تنحشم بلاصتكم والله العظيم. الاخوان ملي كنلقى شي واحد كنعرفو ما مخلص شي حاجه كيتسالها له الحزب كنغرق في بلاصتي، تنقول كيف يعقل؟ دابا انتم كتكلموا على المرجعيه الاسلاميه، الشيء الذي رفع الله به من شاننا. حنا الاخوان ناس عاديين في المجتمع، كان كبارية ما يكون عندنا شي فيلا بحال هذه بنادم ساكن فيها وغادي جايب الدراري للمدرسه والرياضه والنقليزه والورطوفونيست فهمتيني ولا، ويدي المراه عند الطبيب ويجيبها وكذا الى اخره، ويدير الحفله ويدير هذا وجهتنا. واذا به رفع الله من شاننا ولينا معروفين في العالم، ورئاسه الحكومه مرتين ولست ادري ماذا، و125 نائب برلماني. دابا الان تعرفون هادشي كلشي باش لانكم التزمتم بهذه المرجعيه ولانكم دافعتم عنها.
ونحن حين نتكلم في بياناتنا وبلاغاتنا فإننا نتكلم بهذه المرجعية. إلا كنا كنقولوا شي حاجة ماشي هي هذيك قولوها لنا، ولكن ما تقولوا لناش هذاك الشيء اللي كتبتي والسلام إلا مزيان الله يجزيكم بخير وتمشي وتنعس وتقرا النص ديالو ولا ما تقراش. ما عرفت بعدا واحد الكلمات ديالي واش كتسمعوا ولا ما كتسمعوش. ايوا ما نعرف، خصكم تسمعوها وتسمعوا الكلمات اللي تيقول السيد، لان واحد القضيه انتم دابا سياسيين، ياك انتم سياسيين وكون دابا دوزت لكم الامتحان في البيانات ديال حزب العداله والتنميه الراجح كلكم غتجيبوا تحت المعدل الا ما كانش الارقام ديالكم قريبه للصفر. وباش بغيتيوا الاخوان تهضروا مع الناس خاصكم تهضروا معاهم بهذا الشيء، فهمتيني ولا؟ انا لا اخفيكم، انا هذه البيانات ماشي اللي كنكتبها، كنراجع عليها، كنصحها، كنصدق عليها، كنوقع عليها، كنكون انا يعني الدافع الاول لها وبعض الافكار فيها وداك الشيء، ولكن حين اقراها اصاب بالغرور، صدقوني والله العظيم اصاب بالغرور، كنقول هذه بيانات رائعه. وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا. كيف يعقل هذا الكلام؟ خصكم الاخوان ديالنا الا كنتيو سياسيين بعدا واش باغيين تبقاو سياسيين ولا لا؟ حيت السياسه بهذا المفهوم اللي كنامنوا به حنا هي افضل ما يوجد في الارض. حيت كاين في المغرب واحد المجهود كبير لتبخيس السياسه ولإهانه اصحابها، واول ما كيتكلم معك المواطن تيقول لك انا راه ما عندي حتى التزام سياسي، ما دخل حتى الحزب، كانه كيتكلم على الجربه. قال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله يوم لا ظل الا ظله. الاول امام عادل، والامام العادل هو الرئيس الذي يحكم بالعدل، وكل من ساهم في الحكم بالعدل في البلد فهو داخل في هذا. فهذه الامامه هذه انتم جزء من الامامه، لانه اللي تيمشي للبرلمان الملك راه ما تيحكمش بوحده، راه قلتها لكم شحال من مره، راه اللي كيحكم بوحده واحد هو الله سبحانه وتعالى. الملك تيحكم بناء، راه نقول لكم واحد القضيه، عندكم تبداو تقولوا الملك امير المؤمنين، هذه ما يخليهاش دوز. الملك امير المؤمنين ولكن الملك ملك، ولا الشعب ديالو ولا النخبه ديالو ولا الناس اللي قادين تكلموا ومشاو في واحد الاتجاه، راه ما يمكنش لسيدنا يكون ضد الاراده ديال الشعب ديالو ولا ديال النخبه ديالو ولهذا خصكم تكونوا موجودين. فينكم الاخوان؟ انتم جاوبوا لي غير فينكم. كان جيت تبارك الله كنلقى اش قال؟ ما بانش ليا بزاف، فهمتي؟ خاصكم تكونوا في المستوى وتكونوا هذا الشيء اللي كنقولوا. الا كيجيكم الا جاكم ما مزيانش انا نقول لكمش ديروا مؤتمر استثنائي، انا قابل من دابا ونقدموا حنا استقالتنا ونجيبوا اللي غيتكلم مزيان ويعرف يخدم مزيان. الا كنا عاجبينكم وكتقولوا باللي راه الاخوان خصكم تعرفوا واحد القضيه، راه انا ما عندي حتى حاجه في الحياه ديالي ما عدا هذا الشيء وانا بلغت السن وفي وضع صحي ولياقه بدنيه ضعيفه، كل شيء هذا الشيء عندي ضعيف. ولا كان المفروض شي واحد يمشي يجلس في دارهم، راه انا الاول خصني نمشي نجلس في داري، ولكن انا ما كيمكنليش نجلس في دارنا. انا هنا الى ان يشاء الله في هذا المشروع ادافع، امر بالمعروف انهى عن المنكر، اعرض نفسي للاخطار ولا ابالي. ماشي كنعرض نفسي للاخطار كبيره، ولكن كان جو ريسك، ولكن ما دابا انتم ماشي فولي با ريسك. الاخوان دابا تنظن مستعدين يمشيو للحبس الا كانوا ولا بد. شكون اللي مستعد يمشي للحبس؟ يلا واحد اللي يزيد ليه هو السي الاشقر مسكين، هو دابا ما كيشوفش مزيان، ما غيبانليش الفرق ما بين الحبس وما بين الدار. ولكن الا كنا خصنا نمشيو للحبس على الدين ديالنا وعلى البلاد ديالنا وعلى حنا مستعدين، ولكن ما عندكمش الجرأه باش تتكلموا. شرحوا هذا الشيء، جمعوا الناس، شرحوا لهم، هضروا معاهم، تكلموا معاهم، فهمتيني ولا لا؟ سمعوا لذاك الشيء اللي كنقول، شوفوا داك الشيء اللي كنكتبوا، قراوه، تناقشوا فيه، هبطوا للناس يقولوا هذا الكلام هذا. واش دابا هذه القضيه هذه ديال هذا الوضع السياسي لا بغينا نقولوا الفاسد الذي اوصل جلاله الملك الى ان يرسل رساله. سيدنا ملي سمع هذا الشيء ديال هاد الناس اللي متابعين وهاد الناس اللي ياخذوا الرشوه وهاد الناس اللي كذا الى اخره، بصراحه ما عجبوش الحال،
ما عجبوش الحال وصابت هذه الرساله هذه، وجاءت قبل منها توجيهات باش بعض الناس اللي تعرف عليهم هذا الشيء ما يبقاوش يحضروا معاه، يعني لانه هذا لا يشرف يعني المملكه المغربيه ان يكون في البرلمان. الاخوان شنو هو البرلمان؟ البرلمان منه كتنبع الحكومه، وشنو بقى؟ خص ولهذا راه الطبيعه تأبى الفراغ، يا غتخدموا تقدروا تعمروا البلاصه، يا ما غتخدموش راكم حتى نتوما ماشي غتمشيو بحالكم، لا غتبقاو واحد حزب واحد حزب صغيور عنده 10 ولا 12 ولا 13 ولا لا. اسمح لي الله يجازيك بخير، الله يرحم واحد الصهر ديالي كان كيقول راس من ذهب ولا بلاش، شي واحد قطعوا له راسو قالوا له غنصوب لك واحد الراس بلاصتو ديال القصدير ولا شي حاجه، قال لهم شوف غديروا لي راس من ذهب وهذا ما غديروش لي راس من ذهب بلاش. حزب العداله والتنميه لا يليق به ان يكون في المراتب المتاخره، يا اما ان يكون في المراتب المتقدمه يا اما بلاش. شنو واقع في العالم حصيل. هذا الحكومه الاخوان في الحقيقه انا كيجيني عندها واحد الصفه الاولى بعدا، هي انها ما كتحشمش. دابا هاد السي اخنوش دابا 5 سنين وهو معايا في الحكومه، ما عمرو قال شي كلمه اللي ماشي هي هذيك. بالمناسبه قال لي كدابزنا معاكم 10 سنين على الامازيغ، والله عمرو ما جبد الامازيغي، كذاب. معايا انا ما عمرو ما جبدها، مع السي سعد الدين سولوه وتنظن عمرو ما جبدها. اللي كان كيجبد مره الامازيغيه وغير على استحياء هو السي العنصر. عندي بعدا واحد الشاهد هو قدامي، فهمتيني لا راه 5 سنين وهو معايا، فهمتيني لا، ورجل معروف الحمد لله بالاستقامه كذاب. كنقولها له بصراحه وتنقول له ويجيب 2 ديال الشهود باللي كان كيدابز معنا على الامازيغيه، والله ما نزيد في هذه السياسه خطوه واحده، والله حتى نمشي للدار ونتركز فيها. علاش كتكذب؟ علاش؟ وبالمناسبه غنقول واحد الكلمه ما كانش عمرني خصني نقولها. شتي هذه القضيه ديال هذه السنه الامازيغيه انا اللي وليت طلبتها من سيدنا، قلت له سيدي با بروبليم. فسيدنا ملي كنقولوا له شي حاجه ماشي ضروري يستجب فورا، كيستجب اللي كيشوف هو الوقت مناسب. وحنايا على كل حال سيدنا حنا القرارات السياسيه ديالو اللي فيها اتساع ما تناقشوهاش، لا كان عندنا شي ملاحظه كنديروها بالادب والصواب اللازم. هذا الرمز ديال البلاد الاخوان، هذا الملك ديالنا راه ماشي جبناه بالانتخابات، هذا راه جينيتيك، هذا قدر الله. وتعامل المغاربه مع ملوكهم التمسك بما عرفتوا. هذه الايامات هذه سمعت واحد الكلمه طرات فيا، كيتكلم واحد السيد على اليابان وقال لهم اليابانيين كيتكلم كل شعب كل امه كيفاش تعاملات مع الغرب. قال لهم اليابانيين عندهم واحد القاعده كيصيفطوا الوزراء ديالهم قبل ما كيتعينوا شي عامين ولا شحال شي مده الدول الاوروبيه يشوفوها ويعيشوا فيها وينقلوا منها. بصراحه هذا الشيء كنتكلم معكم على وقت سابق، دابا ما عرفتش واش باقيين كيديروا هذا الشيء ولا لا. وقال له باش يجيبوا الاشياء اللي نافعه لهم والباقي كيحافظوا على داك الشيء اللي عندهم. وقال له عندهم 2 ديال الخطوط حمراء، اسمعوا مزيان المسلمين، 2 ديال الخطوط حمراء. شنو هما 2 الخطوط حمراء؟ قالوا الخط الاحمر الاول هو الدين، لا يقبلون ان يغير دينهم. انتم كتشوفوا اليابانيين كيلبسوا الكوستيم اللي كيجيو من الدار، كيلبسوا الحوايج بلديين ديالهم وكذا الى اخره، فهمتي يعني، وكيعيشوا بالطريقه التقليديه اللي كانت عند الاباء وعند الاجداد. والمساله الثانيه هي الامبراطور ديالهم، ما عندهم امبراطور، ما كاين لا يسمحون بمسه. فقلت مع راسي سبحان الله، حتى حنا لهمنا الله سبحانه وتعالى في واحد الوقت، لان واحد الوقت كان النزاع مع الملكيه بصراحه، كان حزب سياسي كيجادلها في الصلاحيات ديالها، وكان حزب سياسي كيجادلها في الكينونه ديالها. والحاله انه الله دار فينا خير حنا ودار فيهم خير حتى هما، لانه هما لو كانوا وصلوا للنتيجه اللي كانوا باغيين كون راه المغرب دابا مشتت لا يعلم له راس من قدمين،
بلا ما نعطي الامثله ديال الدول اللي كان عندها نظام بحال ديالنا، كانت مشهوره في العالم كله، في العالم العربي بالخصوص، فهمتيني ولا؟ والان لا تكاد تسمع منها الا الاخبار السوء والعياذ بالله. ولهذا حنا هذا الشيء هذا راه بالنسبه الينا راه واحد الحاجه زعما الهمنا الله سبحانه وتعالى اليها في وقت مبكر. النهار قلت للسبا، قلت له السبا كل شيء الاشياء اقتنعوا بها الاخوان، بقات واحد القضيه صعيبه. قال لي شنو هي السي عبد الاله؟ قلت له اماره المؤمنين. ديك الساعات كانوا الاخوان ديال عبد الحسام كيروجوا بزاف هذه القضيه ديال اماره المؤمنين. قال لي بالعكس السي عبد الاله، قال لي هذه غير هديه من الله لنا، قال لي هذه غير هديه من الله لنا، فهمتيني ولا؟ بالمناسبه الاخ قبيله قال لك السي كيقول البي جي دي هديه من الله للمغرب، هيبه. انا اللي قلتها ماشي السبا، ولكن انا والسبا بقيت هو كيقول وانا كنقول، ما عرفنا شنو كان كيقول السبا شنو كان كيقول السبا، فهمتي ولا؟ الله يرحمه مسكين. فهذه القضيه هذه ديال الملكيه ديالكم، اياكم ثم اياكم ثم اياكم ان تتهاونوا فيها او تتنازلوا عنها في يوم من الايام. والله ولدتي لك انت الا انتم الضحيه الاولى، انا كنقولها لكم انتم يعني لكم واسع النظر. اما القضيه الاخوان ديال دابا هذا السيد هذاك يعني كل مره العداله والتنميه العداله والتنميه العداله والتنميه هما اللي جابوا العطش للمغاربه، العداله والتنميه هما اللي فسدوا التعليم. العداله والتنميه اولا كان فيها حكومتان، والحكومه كتعرفوا الحكومه لا تنسب للحزب، تنسب للمسؤول عنها، ولا لون سي ستيل. فالحكومه ديال السي الى حكومه، والحكومه ديال السي سعد حكومه، كل وحده كان عندها مقاربه باش كتمشي الامور، ولكن خصنا نكونوا متفاهمين. هذا الشيء هذا اللي كيقول ما هو واش اللي دابا هذا السيد اللي كيقول هذا الكلام، واش انت 10 سنين وانت جالس وانت وزير الفلاحه وكتشوف باللي المغاربه غاديين التعطيش للمغاربه وما بان لك والو، حتى دابا عاد بان لك كيفاش درتي؟ اذا انت ما تتفهمش اقل شيء اللي غنقولوا، او لا دخل في شي مؤامره كتنتظر الوقت باش تنفذ. هادشي اللي كاين. وسيدي العداله والتنميه باش هاد القضيه هادي نفكسوها مره واحده، قلنا ليه ديروا يا كنتم اللي عندكم الاغلبيه، ديروا اللجنه ديال تقصي الحقائق في البرلمان ونشوفوا واش العداله والتنميه هو اللي تسبب في العطش للمغاربه ولا شخص اخر. من الذي وبالمناسبه 53% ديال السدود اللي كان خاصها تنجز في هذه العشر سنوات نجزت 53 16 سد من 30 سد. وانتم كتعرفوا الاخوان باللي ملي تدير برنامج ماشي دائما كدير 100%، كدير وكتحقق منه، لا حققتي منه 50% كيقولوا الناس مزيان، ولكن هذا وباقي يعني السدود كاين منها اللي وصل 90%. وشحال ديال السدود دابا كاينه وفارغه، كاين الجفاف، والجفاف من اسباب ديالو معصيه الله تعالى. وخصنا كمغاربه نقولوا هذا الكلام الاخوان، هذا اصل ديننا، خصنا نرجعوا الله سبحانه وتعالى، رجعوا نفوسنا بحال اللي قال الاخ، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى الغيث، والحمد لله اللي رحمنا بهذه الامطار في هذه الايام، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا من فضله. ولكن انت السي اخنوش اللي كنتي وزير الفلاحه لمده 10 سنوات وسمحتي باش الناس ياخذوا المياه من تحت ديال الارض ويسقيوا بها الدلاح ويسقيوا بها لافوكال اللي بغى يمشي لاسرائيل وما نعرف شنو، واللي تسببتي في الموت ديال مجموعه ديال الواحات ديال التمور، وتسببتي في النضوب ديال المياه من واحد العدد ديال المناطق. انت 9% اللي درتي ديال التنقيط الموضعي، بمعنى اخر ذاك الكوتا كوت، وما درتيش البرنامج اللي كان خاصك دير. وفي العهد ديالك لم تتحسن الفلاحه المعيشيه. وحنا السي اخنوش حنا كيهمنا التصدير، وكيهمونا رجال الاعمال، وكيهمنا الاستثمار في الفلاحه، تتهمنا الاستثمارات الكبرى، ولكن عندنا واحد الحاجه اساسيه اكثر، وهي المواطن الصغير الموجود، الفلاح الصغير الموجود على الارض. هذاك السي اخنوش بالنسبه الينا هو الموضوع الاول. انتم الا كنتيو غاديين ديروا الاستثمارات الكبرى وتبيعوا في اوروبا وتبيعوا في افريقيا وتجيبوا
مبارك مسعود عليكم، ولكن ماشي على حساب الفلاح الصغير اللي ولا ما تيلقاش الماء في الضيعه ديالو، تيكون مضطر يعني يخرج ويجي للمدينه باش يتزاد للصفوف ديال العاطلين. واش هذا كلام الاخوان؟ هذا كلام يعني باش هذا السيد هذا يجي يبدا 10 سنوات. والا كان هذا الشيء هذا اللي عملنا خطا فهو شريكنا في الجريمه. اذا كان هذا الشيء اللي عملناه صحيح حشومه عليه يكون كيقول هذا الكلام وينوض كيعايرنا يعني وثم بقيت غير كنتسائل واش معقول هذه الحكومه هذه بعدا. بالمناسبه انا لا اكاد اعرف منها احدا تقريبا، يعني واحد الوزير واحد اللي كنعقل عليه تيبان لي زعما كابابل بصراحه. واش كلشي اللي كيدير مزيان ولا ماشي كلشي اللي كيدير مزيان، فهمتيني ولا هو هذاك القجع هو اللي تيبان لي. واخا بزاف ديال الاخوان متفقينش معاه، ولكن ماشي حيت متفق معاه كنشوفوا يعني، ولكن الاخرين ما كنعرفهمش كاع. كاين اللي ما كنعرفش سميتو، ما كنسمع شي حاجه كنقول شكون هذا السيد هذا، فهمتيني ولا لا. وكيفاش هاد الناس هادو قال لك حكومه الكفاءات، لا كفاءات لا استقامه. جايبين لنا الناس للجماعات المحليه، الجماعه ديال الدار البيضاء في ازمه، ليس كذلك الجماعه ديال الرباط في ازمه، الجماعه ديال مكناس في ازمه، الجماعه ديال فاس في ازمه، الجماعه ديال اكادير في ازمه، ما كيعرفوا يديروا البرامج، ما كيعرفوا يديروا الميزانيات. شنو هذا الشيء هذا؟ العداله والتنميه الا قلتي لنا بلي الكفاءات ديالنا متواضعه احنا نقبلوا منك، ولكن سيرنا في اطار الاناقه وفي اطار اللباقه وتفاهمنا مع مختلف الفاعلين اللي كانوا معنا في الجماعات ولا في الحكومات. ما عمر ما وقع هذا الشيء هذا اللي وقع في الوقت ديالك السي، وكتعاير مازال. وثم واحد القضيه كون غير كنتي كتفهم شداك انت قاعد تجبدنا. انت ياك وليتي رئيس حكومه تحل المشاكل، حلوا واخا نكونوا حنا اللي درناهم، حل انت المشاكل. راه ما جابوكش الناس باش تقول لهم عبد الاله الكيران اللي كان شحال هذه هو اللي دار لكم هو اللي دار لكم. ثم الحكومه ديالي السي خنوش نقول لكم بكل صراحه وبدون تواضع، ملي دوز في الانتخابات المقبله وتجيب اكثر من 125 مقعد نصفقوا لك. شكون انت بعدا؟ شكون دابا انت اللي جبدتيني؟ انا كنت مقراك وداير لك ملي كنتي معايا في الحكومه كنت فشك. بعدا انا اللي طلبتك من سيدنا باش تجي تولي معايا وزير. انت ملي طلبت ملي كنت كنكون الحكومه كنتي مشيتي لفرنسا، مشيتي تقري بنتك تقيدها وتقريها بحال المواطنين العاديين. وانا هضرت مع سيدنا قلت له نعم سيدي هذا السي اخنوش كان كيبان لي راجل مزيان، هذا الشيء الحقيقه هذا الشيء اللي كاين. انت ولا هو اللي بغيتو يكون معايا وزير ديال الفلاحه، وعيط عليه سيدنا، عيط عليه هو جا تيقول لي هذا الشيء، عيط عليه سيدنا وغوت عليه واخد عليه، قال لي الناس كيقلبوا عليك وانت سميتو، وتم جاي كيجري فهمتيني ولا لا. انا دابزت معاه مره واحده دارها بيا هو وهذاك بوسعيد داروا بيا. لا هذاك يسحب لكم راه انا مطور ولا شي حاجه، راه انا الله يجيبني على خير حتى نوصل. بليد ماشي بليد ولكن ماشي مطور، راه جد متواضع. فهمت ولا لا؟ انا كنضحك لسبب لا تعرفونه، كيعرفوا غير واحد فيكم هو اللي كيعرف جوج. ف مره واحده داروها بيا، بغاو 54 مليار ديال الدرهم اللي كنت انا عوال نعطيها لهم، حيت انا ما كندخلش في داك الشيء. انا كنت كنتيق في الوزاره ديالي جو ديليغي كنت كنعطيهم، فهمتيني ولا لا؟ من بعد هما ما تفاهموش مع وزير الداخليه الى اخره، هو واحد الوزير ديالو كان معاه بلا وداروها بيا بصراحه، داروها بيا حشومه. هذيك هي اللي دابزتنا في الحقيقه، غير ما قال في الجريده مع الاسف الشديد. واما انا واحد القضيه انت كنقول لك شكون انت، حيت انت لا وجود لك في السياسه. فين عمرك كنتي في السياسه انت السي خنوش؟ انت تزاديتي معلقه ديال الذهب في فمك. با كانوا عنده بعض البومبات ديال ليسونس، الله يرحم محمد الخامس، كان رضى عليه وعطاه في هذا المجال، فهمتيني ولا لا؟ وعاونوك باش وليتي انت هو افريقيا ديال اليوم، ماشي هي افريقيا ديال قبل. حنا عارفين، حنا شارفين. قال لك شي واحد قال له با نديروا شي سميه ديال الشرفه، قال له بلاتي حتى يموتوا اوليدي اللي كيعرفونا،
حنا راه كنعرفوا، فهمتيني ولا لا؟ ما كان عندك لا وزن لك في السياسه ولا توجد. وملي بدات الاثاره والمعاصره كنتي غير مخبي وسط منهم وداير يدك على الشكاره باش تجبد الفليسات الا طلبوا منك شي حاجه. هادشي اللي كاين ملي كنتي في الحركه لكل الديمقراطيين. ما كنتي حزب سيفي، ما كنتي رئيس حزب، ما كنتي مناضل، ما دخلتي للحبس، ما قلتي يه، ما قلتي لا، ما كنتي مع الملكيه ولا ضدها، انت كنتي غير، فهمتي ولا لا؟ يعني اش غنسمي بك، عياش بالدرجه العليا. جاي اليوم كتعاير فينا. قد عمرك دوجتو انا في السياسه؟ قد عمرك؟ شحال عندك من عام؟ شكون اللي عارف وقاش تزادد اخي؟ ما يكونش فايت 50 عام. من 63 وانا في هاد التمارين 62. من 63 وانا في هاد التمارين، فهمتيني ولا؟ اش داك تجبدنا؟ خدم. ايوا المهم نقص شويه زيد شويه، ولكن فهمتيني ما عمرك كنتي مناضل جامي د لا في. وتا الحزب ديالك كان كيقوم غير بالدور ديال البنود سكور، ولكن البنود سكور كان بشرف ايامات السي عثمان وايامات السي المنصوري وداك الشيء، وحتى داك مزوار حتى هو كان كيحشم شويه. جيتي انت، انا نقول لك واحد القضيه، انا كنظن انت كتحشم، ولكن هذوك اللي كيدفعوك من اللور ما عندهم غرض بيك، كيحرقوك وانت غير غادي تابع. واش مشيتي ما دخلت عليك والله الا ما جاوبني على واحد السؤال، ما حشمتي ما استحييتي، مشيتي كتشكي بيا كتقول لهم هو اللي دار اصلاح المقاصه، هو اللي دار اصلاح المقاصه، مع انه اصلاح المقاصه هو اللي خلى ليك الفلوس باش دابا كتبومبا علينا. كاين هادشي ولا ما كاينش الاخوان المحترمين؟ باش كتبومبا علينا دابا، وياك قلنا لك ياك اسيدي انا اللي درت الاصلاح ديال المقاصه، حيدها انت، حيد الاصلاح ديال المقاصه، ردها بحال اللي كان. قلت له لا ما يمكن ليش نحيدها لانه لا حيدتها تقبل الميزانيه. لا سمعت لك بودنيه. اذا كان عندنا واحد السيد عنده واحد البيسري سوسي، فهمتي ولا لا؟ با ابراهيم الله يرحمه مسكين، كان كيقول لنا ولاد هلاب كلاو الشيشه وهرسوا الحلال. هادو ولاد هلاب هادو، فهمتي؟ راه السواسه تيفهموني باللي كنتكلم، فهمتيني ولا لا؟ فشنو وزدتي ما حشمتي ما استحييتي السي اخنوش، وكتنتقد الاقتطاع للمضربين. وانت زعما واش انت رجل دوله؟ واش انت رجل اعمال؟ واش انت كتفهم شي حاجه؟ شتي هذا العمل هذا واخا يكونوا الموظفين ما عجبهمش، واخا يكونوا المستخدمين ما عجبهمش، هذا من باب العدل الذي تقوم به الدول. وانت كنتي فرحان النهار اللي اتخذنا هذا القرار اللي كان كيجادلني فيه جوج ديال الاخوان، السي باها والسي رميد. السي باها الله يرحمه السي رميد، وما كانوش كيجادلوني حيت ما متفقينش، لا قال لك غير بلاتي تدخل في القانون السعودي. واللي عاونني فيه هو السي سهيل ديال البي بي اس، قال السي باها، قال له السي باها راه الى الاضراب توقيف لعقده العمل على حساب البيتي، يعني من المكتب العالمي، المكتب العمل الدولي. عاد اقتنع السي باها، عاد خلاني ندير هذيك القضيه. وما نسيتي السي اخنوش باللي ملي جا عبد الاله بن كيران الجماعات المحليه 52 اسبوع وهي دايره الاضراب. ونسيتي الاضرابات اللي كان لا خرج غير شي فرخ وفرفر وقال لهم غدا الاضراب، كلشي كيصبح داير الاضراب. شي تيمشي للقهوه وشي تيمشي يصبن وشي تيمشي للحمام. هادشي اللي كان. ملي جيت وعملت هذا القانون الذي اتبناه واعتز به، والله واخا يكون فيه القطع ديال الراس ديالي، والله واخا يكون فيه القطع ديال الراس ديالي ما نتراجع عليه. جيتي شكون اللي من الذي يشير عليك؟ لو كانوا رجال اعمال، هاد القضيه هذه في الحقيقه خصك تحاسب عليها امام القانون. هذا ماشي كلام هذا.
وماشي غير هذا الشيء والناس اللي كانوا كيوقفوا قدام البرلمان تيقول انا اللي درت لهم. ما كاينش اللي يدخل الوظيفه العموميه الا بالمباريات، والمواطنين كلهم سواسيه قدام امام القانون، فهمتيني ولا لا؟ والادارات اللي كانت يعني اتخذها بعض المستخدمين سكنا لهم، ولاو جالسين فيها، فهمتي ولا؟ عبد الله بن كيران اللي خرج داك الشيء، فهمتيني ولا لا؟ واحد النهار عيط عليا واحد الاخ من الناس قال لي السي عبد الاله راه عنده مكان ديال التكوين المهني، قال لي راه شهر والناس جالسين لينا هنايا وشباط كيجيب لهم الشفنج ويجي يفطر معاهم حيت في النقابه ديالو. عيطت على وزير الداخليه قلت له السي سميتو هذاك اللي كان لا الاخر لا دريس، قلت له السي دريس اش هذا الشيء؟ راه 20 دقيقه من بعد خرجوهم من تمايا. من ذاك الوقت ما بقات حتى شي اداره فيها الناس جالسين ليا، فهمتيني ولا لا؟ هذا الشيء هذا ما بغيت نقول لك حشومه تقارن راسك معايا، غير بعد مني انا ما سيدي انت احسن مني، غير بعد مني. انت كتجبد شنو تجبد؟ انت ما والو. انت مشى في حالته سي مزوار ونودي عليك، فهمتيني ولا؟ لتكون رئيسا. ومن ذاك الوقت وانت اللي تزعزع كتقول له نعاونوك، وتظن باللي بهذه الوسائل غتحل المشاكل ديال المغرب، وكتعاون عاون بالفلوس ديالك ماشي بالفلوس ديال الدوله. دابا مشيتي للتعليم حاولتي دير اصلاح، خرج لك مخربق، ما عرفتي لا تدوز الاصلاح لا غير تصالح مع الناس. انا رجال التعليم تزدت لهم 1500 درهم صحتهم، انا ما نكذبش عليكم، ولكن انا ما كانش هذا الراي ديالي ولا انا متفق معاه، باش نقول لكم بصراحه، لانه هذا غيكلفنا الاخوان. هذا الاصلاح اللي كنديروا دابا 20 مليار ديال الدرهم، وقول لي منين غتجي هاد 20 مليار ديال الدرهم؟ قول لي منين غتجي؟ غادي تجي من الديون والقروض اللي غتغرق البلاد ديالكم. ولا كان من الضروري حنا ناخذوا هاد 20 مليار ديال الدرهم ناخذها نعطيها للناس اللي لتحت في المستوى الادنى. صحيح عطيتي دابا للناس 10000 ريال لواحد 500 درهم، هاد 500 درهم السي اخنوش ماشي انت اللي درتيها النهار الاول، هاد 500 درهم انا اللي طلبتها من سيدنا. سمحوا لي يا الاخوان باش تعرفوا هاد الشيء ديروه في البال ديالكم. رجال التعليم كان كيوعدكم 2500 درهم، ما عطاكمش 2500 درهم، وخصنا ما عطاكمش 2500 درهم ضربوهم بالحجر. هادشي اللي كاين. ولكن انا كنقول لكم انا مسؤول سياسي، ماشي الغرض ديالي ندير لكم خاطركم لا رجال التعليم ولا غيرهم. المسؤول ديالي نقول لكم شنو هي مصلحه بلادكم الحقيقيه. اي ايوا دابا واش غنقول لكم الاخوان؟ راه كاين واحد 10 ديال النقاط وعد بها هذا السيد هذا، فهمتيني ولا لا؟ ما نجح في الحمايه الاجتماعيه. بالمناسبه بغيت نسولك لا ما بعد هذاك التعاقد شهاده امام الله انا اللي درته، ولكن ماشي هذاك التعاقد ديالي. خذوا كلمه التعاقد منه، مشاو داروا التعاقد ديالهم هما، داروا بوسعيد هو اللي داروا بديك الطريقه. ما انا ماشي هذاك هو التعاقد اللي كنت باغي ندير. التعاقد اللي كنت باغي ندير هو تعاقد ديال الادماج، ريتما يتكونوا المعلمين والاساتذه. مشاو هما ردوه تعاقد بهذيك الطريقه، وكتشوفوا النتيجه ديالو الى حد الان. كيقولوا درنا ما داروش وما غينجحوش في داك الشيء. انا تنقولها لكم من الان ما نجحوا في الحمايه الاجتماعيه. بالمناسبه بالنسبه للحمايه الاجتماعيه نجبد غير نقطه واحده. البارح اتصلت بيا واحد المراه مسكينه كتبكي، مالك لاله؟ قالت لك كانت كتجيني 14000 ريال حيت كانوا عندي 2 ديال الايتام، دابا كيعطيوني 10000 ريال. علاش حيدتي لها 4000 ريال السيد؟ واش 4000 ريال اللي بقات فيك كيعطيوها 10000 ريال؟ حيدوا لها داك. شنو هو المقصود؟ المقصود ما تبقاش شي منحه كتسمى ديال الارامل اللي موراها عبد الاله بن كيران. وعرفتي اش غادي دير؟ والله واخا تجيب المال قاطع، المنحه ديال الارامل غتبقى تقال ديال عبد الاله بن كيران. وهذا الشيء ديال عبد الاله بن كيران بعد موافقه جلاله الملك، وهذا الشيء ديال الدعم المباشر، هذا الشيء هذا انا اللي طلبته من سيدنا. مشيت عنده انا والسي الله يرحمه والسي دريس الازمي والسي دريس الازمي مازال حي، استقبلناه هو وزولي خان النصري
وفؤاد علي الهمه، وهضرت معاه وذكرت معاه وفهمت من سيدنا انه ربما الظروف ماشي ناضجه باش يطبق هذاك الشيء، وملي جا الوقت راه هو اللي عطى فيه التوجيهات. وانت السي عزيز اخنوش ملي طلبت منك تجي تدخل معايا في الحكومه وخرت الحكومه على ودك الشهر وانا موخر الحكومه على ودك، لان كنت كنشوف باللي سيدنا باغيك انت تكون باغي مولي حفيد العالم يكون، خصكم تكونوا معايا في الحكومه انت ولا لا. وجيتي كانوا عندك جوج ديال الشروط باش تدخل الحكومه، الشرط الاول ما ندخلش استقلال، والشرط الثاني ما نديرش الدعم المباشر. انت هذا الشيء جيتي كتشرط، والله على ما اقول شيء، ولا كنتي راجل جيب المصحف وحلف بلي هادشي ماشي صحيح، ونعاود نقولها لك شو شحال من فرصه عطيتك باش تهنى مني في السياسه، والله ما نزيد في السياسه نهار كيما عندك الجرأه والله ما تقدر ديرها. حنا الاخوان حنا ماشي حزب سياسي بغينا ان هادو دابا شنو وقع لهم، مشاو كيجيبوا حثالة القوم، لا الاولين ولا الثانيين، لا اللي دار على اساس انه حزب الدوله باش ما نعرفش شنو يدير، مشى كيجمع هذوك اليساريين اللي عياو من النضال ودخلهم على اساس غادي يصلحوا وكذا الى اخره، وغادي تكون عندهم القضيه دايره مزيان، ومشى كيجيب الناس اللي عندهم قاعده انتخابيه وكذا الى اخره، وجمع هادو وبغى يدير بهم. اليساريون الشرفاء رفضوا باش يدخلوا في هذا الشيء، راه تكلموا مع الساسي هو الاول وتكلموا مع غيره ورفض باش يدخل في هذا الشيء هذا. من الطبيعي ما تكونش نتيجه عند هذا الشيء الاخوان اليوم، من الطبيعي. وعد بمعدلات نمو لم يصل اليها، وعد بمليون منصب شغل، الان البطاله وصلت ل 13%، عمرها ما كانت. وعد برفع معدل نشاط النساء، نفس الشيء. تراجعت الاستثمارات الاجنبيه، زادت عدد المقاولات المفلسه، كبرت نسبه المديونيه بطريقه لم تصل اليها فيما سبق. قال الاساتذه غنعطيكم 2500 درهم ما عطاهمش، قال الناس الكبار، انا بعدا هذه كنتعجب فيها، قال لك غنعطي للناس الكبار، ياك الاخوان انتم راعيناش، قال لك غنعطيهم 1000 درهم، فهمتيني ولا لا؟ وما ربما ما دارش حتى الحساب، قال لك واحد لا ما دارش الحساب، هو كاتب الحساب ولكن ربما ما قاريش داك الورقه صوبوها ليه. كان كيعاود لي واحد نسيبي كان مريح، قال عنده 100 مليون، قال غنخسر 8000 درهم في الشهر، اذا عندي 10 سنين غنكون مت، ما بقاش تيخدم، داز 10 سنين ما ماتش، هو يخرج واحد الطاسه، قال لهم صدقه على الله على واحد الكامبو غلط في الحساب. واش فهمتي هذه الحياه ولا ما فهمتيهاش؟ لانه هو داير الحساب ديال 100 مليون غدوز ليه 10 سنين ويكون مات، 10 سنين ما ماتش، باقي محتاج للفلوس، خرج كيقول لهم واحد الكامبو غلط في الحساب، عاونوه واحد الكامبو غلط في الحساب. فما داروا الحساب هما وكتبوه هما في الوثيقه ديالهم 22 مليار ديال الدرهم. ملي جاي يديرها قال له الوزير ديال الميزانيه ما يمكنش السي اخنوش، ما عندناش كيفاش نديروا لها. وقلت له مره اخرى السي اخنوش الا عطيتي لهذوك الناس الكبار اللي عندهم 65 عام ما عندهمش الحمايه الاجتماعيه 1000 درهم انا نخرج من السياسه يا حصيل. وشوفوا الاخوان لا ولا لا باش ما ننساش كل شيء الاخوان، ما ننساش كل شيء. واش كتعقلوا ولا ما كتعقلوش على المصيبه ديال المحامين؟ دابا هذيك راه ماشي كان خاص ديك الساعات يعني وهبي يخرج من يعني من الحزب، كان خاصو يخرج من الحكومه، والحكومه كلها كان خاصها تخرج. ما معنى شرحوا لي انا بعدا والله الا الفاس يقولوا واول باز لهاد الوجوه، هذه وجوه ديال القصدير هذه، لانه درتي مباراه نجحتيها 2001 ياك، هادشي اللي كيقول، وناضوا احتجوا عليك الناس وعاودتي لهم المباراه. كيفاش هادشي؟ بغيت نسولكم دابا اش من مباراه يمكن لينا ندوزوا على المستوى الوطني والدوز غير الدوز ماشي التيق فيها كاع لا التيق غير الدوز. الا دازوا الناس اللي باغينهم هذوك لا ما داوش غيديروا لك عاوتاني خصك دير مباراه ثانيه وربما دير مباراه ثالثه، ما غتبقاش عندنا مصداقيه الاخوان. هاد الناس كيهرسوا الدوله ديالهم،
هاد الناس راهما تيقوموا بالاجرام. سمحوا لي الا كنت انا كنفهم السياسه، هذا اجرام، ما عندهمش الحق. على الاقل اذا كان من الضروري الغي هذيك المباراه، الغيها وعاودها. كيوقع هذا الشيء كيوقع. اما دير المباراه الاولى باش ينجحوا الاولين وحيت يحتجوا عليك الناس نوض دير مباراه ثانيه، يا اسفها على يوسف. هذه مصيبه لا اول لها ولا اخر. وكنتسائل المغاربه كيفاش هاد الشيء هذا تيدوزوا تيشوفوا تيضحكوا كيفاش القضيه هذه. الاسس ديال الدوله كتبنى على اسس، والحمد لله الدوله ديالنا هي دوله قويه، ولكن هاد الناس هادو بهذه الطريقه هذه ما غيخليو لهاش يعني مشروعيه. ودابا بلا ما نهضروا الاخوان على هذا الشيء ديال هذا الفساد اللي ظهر في هذه المراحل الاخيره والمحاكمات وهذا الشيء فهمتي. لا ودابا كاينه واحد القضيه اخرى صعيبه بزاف، وفي الحقيقه نقول لكم بكل صراحه، ما نقول لكمش السميه لان قلت له كذاب بركه. دابا واحد رئيس الحكومه كيترأس اكبر شركه ديال المحروقات، خرج مجلس المنافسه قرار يدينه. القرار الاول فيه 9 مليار ديال الدرهم، القرار الثاني فيه 1.8 مليار ديال الدرهم. حنا ما عندنا غرض في هذه القضيه ديال الفلوس، عندنا الغرض في القرار ديال الادانه. ماذا تعني هذه الادانه؟ تعني ان هؤلاء استغلوا تحرير ثمن المحروقات ليتفقوا على عدم المنافسه. وهذا الشيء هذا ما يمكنش يكون الا بالاشراف ديال السي اخنوش، لانه هو الباترون الكبير ديالهم، ماشي حيت مول البومبا وحيت عنده وضعيه سياسيه كيتصور انها كتحميه. وهذه يا الاخوان لو كان هنالك حياه، لان الان انت مدان رسميا من مؤسسه دستوريه بانك قمت بعمل لا اخلاقي. واشنو بغيتينا نقولوا لك اكثر من هذا الشيء السي عز؟ خاصك تمشي بحالك. وبلا ما نتكلموا على عدم التعفف، اكثر من قضيه باقي هو رئيس الحكومه وكياخذها بطريقه او باخرى من هذه التحليه ديال المياه. واخا من الناحيه القانونيه ما عندناش كيفاش نديروا باش ناخذوا عليه، ولكن كان من المفروض انك انت ما تدخلش في هذه المزايده اصلا. كاين اللي يدير هذه المزايده هذه. انت رئيس الحكومه، الناس غيتكلموا فيك، الناس يتكلمون فيك، فهمتيني ولا لا؟ سيدنا عبد الله بن عمر كانوا عنده مجموعه ديال الابل، قال له ولده بيع، قال له باه بيع وحدين ودخل المال ديالهم بيت المال المسلم. قال له علاش؟ قال له لانك انت ابن امير المؤمنين، وما دمت ابن امير المؤمنين الناس غيقولوا بلي استغليتي الفرصه ديالك باش الابل ديالك تاكل مزيان وتشرب مزيان وتسمان. واذا هذه هي اخلاق هذه الامور. الناس هذا هو الميزان اللي عندهم. عندك يغروك ملي كتمشي كيبداو يبوسوك ويعنقوك وداك الشيء. هذوك اللي كيبوسوك ويعنقوك راه شي باغي يولي وزير، شي باغي يدخل البرلمان، شي باغي تخدم ليه ولده، شي باغي والله تلقاو منك والله لا بقى عقل عليك حد. انا كنقولها لك حصيل. دابا الاخوان ديالنا القضيه ديال الامازيغيه راه تكلمنا عليها، وقال بلي غيدير لها مليار ديال الدرهم، ما دار لها مليار ديال الدرهم، عطى 50 مليون ديال الدرهم. الفائده برنامج الامم المتحده للتنميه في اطار تنزيل اللغه الامازيغيه على مستوى الاداره العموميه. انا باغي نقول لكم الاخوان ديالنا دابا الواقع هو هذا. قلت لكم نديروا يعني كيفاش كتسمى فوتو بانوراميك، اون فيو، برافو عليك، اون فيو بانوراميك تقريبا احنا درناها. قولوا لي دابا اللي عطلاه هو هذا المغرب، هو هذا ما العمل الان؟ بقاو كنتفرجوا في بلادنا بحال اللي قلتي، بحال اللي قال لكم الاخ، تبقاو معولين على هذوك اللي كيقولوا لكم والله الا توحشناكم الاخوان، انتم العداله الحكوميه وما نعرف شنو.
خليوكم من هذا الهضور الخاوي. اللهم فوق قفلتي لا فورتي. انا نقول لكم ديروا في البال ديالكم واحد القضيه. انا ما بغيتكمش تنجحوا في الانتخابات المقبله، ولا كتب الله تنجحوا غتنجحوا. انا بغيتكم تقوموا بالدور ديالكم، لان علاش؟ الشعوب والامم الاخوان اذا ما لقاتش اللي يدير الجرس ديال الانذار في الوقت المناسب، هذه الشعوب تضيع. ولا نريد لبلدنا ان يضيع، نريد ان يبقى بلدنا امنا، نريد ان يبقى بلدنا مستقرا، نريد ان يتقدم بلدنا لا يتاخر. خصنا الناس يعاود يشوفوا فيكم الشوفه اللي كانت عندهم من قبل، ويثيقوا فيكم وتحملوا المسؤوليات، وتعطيوا المثال بحال اللي عطيتيوه خلال هذه السنوات كلها، على انكم على الاقل لم تمسوا المال العام، وانكم بذلتم مجهودكم. ومع الاسف نقول لكم راه بزاف ديال الاخوان ديالكم يتعففون في قول ما قاموا به. هذا الاخ اللي قدامكم جنب المغرب 4 مليار ديال الدرهم ونص اللي كانت غاديه تمشي، فهمتيني ولا لا؟ لواحد الشركه يعني متلاعبه، وكادت لقاها في المراحل الاخيره، فهمتيني ولا لا؟ والسي الحياه اللي هو رجل ادبي ورجل بدوي لا علاقه له بالتجاره ولا بالاموال، جا الجماعه وعطاوه ليديك، ودابا ديك ليديك براسها واش يعرف يقول السميه ديالها مقاده ولا لا، ومشى كيتضارب معاها ولا يعني قادر يزيرهم، كان كيزيرهم، حنا اللي كنا كنرغبوه باش يرخف عليهم شي شويه. هذه هي الحقيقه، نقولوا نعترفوا حتى حنا امام الله وامام الناس، فهمتيني ولا؟ الاخوان ديالنا كانوا نوارات. السي دريس الازمي داك الشيء اللي دار فاس، انا كنت كنقول لهم اهل فاس يخرجوا ويديروا صلاه الشكر اللي عندهم السي دريس الازمي من بعد ما كان عندهم شباب، وامثالهم كثير. كل اخواننا في رئاسات الجماعه اما قاموا بواجبهم ورئاسه الجماعات بواجبهم بشكل مشرف جدا، اما على الاقل بقاو في الحدود ديال القانون ديال الاخلاق وديال المبادئ. بقول لهم واش تبدلتيو عييتيو اش وقع لكم؟ واش هذيك الضربه اللي تلقيتيوها قضات عليكم؟ لا ابدا. شوف سمعوا مزيان، لا كان لها تاثير كبير، والاخوان جابوا قالوا السبت الى رجع. انا رجعت رغم انه الا جينا نفكروا ما عندي ما نرجع ندير، لا شتي فيا غيبان لك انت ولا تقول هذا السبت الا كنت غنمشي لدارهم، ولكن انا رجعت. وخصكم يعني تحسبوا رؤوسكم للمراحل المقبله ان شاء الله الرحمن الرحيم التي سنكون فيها جميعا اذا اراد الله وسننتصر، وللمراحل التي بعد التي لن اكون معكم فيها. لان علاش؟ حيث انتم الاخوان عنصر من عناصر الاصلاح في المجتمع. كاين بزاف الناس بحالكم، كاين بزاف الناس احسن منكم، ولكن ما بقوش بغاو يدخلوا السياسه. السياسه البنادم ملي كيبدا كيديباني راسو كيف تيقولوا، تيقول لك انا علاش غندخل لهاد السياسه، انا الحمد لله عايش مزيان كلشي. ما بغيناكش تجي للسياسه باش تعيش مزيان ولا باش تكون عندك اجور مرتفعه، بغيناك تجي للسياسه باش تخدم بلادك وباش تطلع بلادك. غنقول لكم الاخوان، كانت الوفود اللي كتجي كيوصفوا الناس اللي كتجي لعندي وتنهضر معاهم، تيوصفوا الناس اللي تيخرجوا لهم تيخرجوا تيعطروا رجليهم، تيخرجوا الحمد لله مرتاحين، تيخرجوا فرحانين الى اخره، كيتيقوا بالبلاد. وشوفوا الارقام باش تفهموا هذا الشيء هذاك خصو يتوفر فيكم كاملين. والله تعالى كيقول العاقبه للمتقين، ما تشكوش بان الله سينصركم اذا نصرتم ونصرتكم اياه. انتم الحمد لله كتوضاو وكتصليو وكتمشيو للجامع الحمد لله مستقيمين مع عيالاتكم ودراريكم، الحمد لله الاحوال ديالكم في العموم مرضيه. خاصكم تزيدوا واحد الخطوه للامام، وراه ما كاينش الاخوان شي واحد غيجي يعطيكم شي حاجه بحال اللي قال لكم الاخ ويلا خصكم تنتزعوا الحق ديالكم، الحق ديال شعبكم، الحق ديال الارمله باش تردوا لها 4000 ريال ديالها، والحق ديال المسكين، والحق ديال المحتاج، والحق ديال الضعيف، والحق ديال التطبيب، والحق وباش يتيقوا الناس. لانه حنا ما كنتكلموش، حنا ماشي حكومه المظاليط، باش رجال الاعمال يتيقوا، باش رجال الاعمال الاخوان يشوفوا باللي هما في بلادهم المجهود هو اللي كيجيب الثروه. حيت دابا ملي الريع
كان انا تكلمت مع رجال الاعمال تلاقاو معايا اكثر من مره قبل ما نكون رئيس الحكومه، تيقول لك السي عبد الاله حنايا كندخلوا للصفقات بحال الناس، فهمتيني ولا لا؟ شويه كنسمعوا شي واحد تعطاتو ارض مباشره وبثمن بخس باش يدير فيها مشروع باش ما نعرفش شنو علاش. في الاخر بنادم تيقول بلاش من هذا الشيء وانا غنمشي بحال، لانه اذا كانت قواعد المنافسه غير محترمه الناس ما تيمكن لهمش يستثمروا الاموال ديالهم. خاصنا رجال الاعمال يثيقوا، خاصنا المستثمر الاجنبي يثيق، خاصنا فهمتيني ولا بلادنا يعني تكون في المستوى باش ان شاء الله الرحمن الرحيم يكتب الله لها نصرا بعد نصر. واخر ما سوف اقول اننا اشرنا في بياننا الختامي الى قضيه زياره دي مستورة لجنوب افريقيا. بغينا نقولوا ليه ما عندك ما تمشي دير في جنوب افريقيا، داكشي اللي غتقول لك جنوب افريقيا راه الجزائر كتقولوا. حنا مشكلتنا في المغرب مع مجموعه ديال الناس غلطوا واحد الوقت وما قادينش ما عارفينش كيفاش يديروا باش يتراجعوا على الغلط ديالهم. ولادنا هادو طال الزمان والقصور غادي نتصالحوا معاهم. ما عندك ما تمشي دير جنوب افريقيا تزيد تعكر علينا الجو. حنا غاديين الحمد لله في اتجاه ايجابي، والاخوان ديالنا الجزائريين الله يهديهم ما في يدينا الا اننا ندعيو معاهم الله. حنا ما بغينا لهم الشتو، وحنا ما كنفرحوش باللي هما كيخسروا. وانا النهار اللي يخسروا الجزائريين وبعض المغاربه خرجوا والله ما عجبني الحال. الجزائريين خوتنا، حنا خوتهم بغاو كرهوا اللي قال لهم شورشيسكو لي زامون لي شوازي لي فريرون لي زامال كرينو. الجزائريين خوتنا وحنا خوتهم، وخصهم يراجعوا الموقف ديالهم منا. وحنايا سيدنا انتم كتشوفوا راه هما تيقولوا الكلام، ما عمرو قال لهم كلمه ديال السوء، دائما كيقول لهم كلام ديال الخير وتيقول لهم كلام، وهذا جهدنا عليهم.